السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لومي لومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة بقى بمناسبة ان في بقى موسم وكده، طبعا كل البيوت المصرية النهاردة عاملة ولايم. عادة بقى وربنا ما يقطع لناش عادة، تعودنا خلاص في كل موسم ان احنا نعمل اكل مميز عن اي يوم. يعني لو انتي النهاردة مقضياها، لو انتي النهاردة عاملة حاجة كده صغننة مش عارفة ايه، في الموسم بالذات بتبقي حريصة على ان انتي يبقى يوم مميز يعني عن باقي الايام. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعودوا علينا بصحة وسعادة وبركة يا رب. النهاردة بقى هعمل لهم كام صنف كده حلوين. اول حاجه كده على بركه الله زي ما انتم شايفين بنبدا بسم الله، وبنبتدي نجهز حاجتنا. لو في حاجه هتتنقع في ميه، انا نقعت الكبد والقوانص في ميه ونقعت الفراخ في ميه، وكمان قشرت الثوم وقشرت البصل. هقشر كميه كبيره من البصل علشان هستخدمها في العصاج، وعشان هستخدمها في تتبيله الفراخ وحشوه الفراخ. هنعمل النهارده، طب انت يا لومي ما قلتلناش هتعملي ايه؟ هعمل لكم فراخ محشيه فريك، وهعمل عرق روستو، وهعمل بسله باللحمه، وهعمل رقاق. هيصه هيصه بقى، يلا مولد بقى يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده قشرت البصل كله ونقعته في ميه. الخضار عموما فلفل الوان وبصل وتوم كله. ودلوقتي بعد ما قشرت كله على الكيس اللي انتوا شفتوه ده، الم بقى كل الهيصه اللي طلعت دي وارميها على طول، واحافظ على رخامتي نضيفه كده، والمطبخ يفضل معايا نضيف طول ما انا شغاله. هقطع كميه كبيره من البصل في الكبه الكبيره بقى، علشان مش كل شويه اقشر بصل واروح افرم بصل، لا انا هقطع الكميه كلها واخد منه بقى على مدار اليوم وانا بطبخ. خلاص. طيب البصل ده وانا بفرمه بحب قوي احط معاه قرنين فلفل حراقين كده يشطشطوا الموضوع معانا عشان يبقى الاكل حرش كده وجميل. طيب خلاص اخدت حبه حلوين، مليت الكبه وهبتدي افرم. وانا بفرم بقى على طول كده هشيل الجزء اللي فوق ده مفتوح، وازود بقى البصل. بصوا ازاي، يعني اقطع بصل واحطه هو والكبه شغاله كده علشان ايه؟ انجز الوقت يعني. هبشر او هفرم كل كمية البصل، انا عايزاه كله يبقى مفروم زي بعضه. خلاص هقطع بقى شوية فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. خلاص كده عشان برضو يبقى جاهز معايا، لان انا هستخدمه في العصاج، فيبقى جاهز معايا متقطع. بحب اجهز كل الحاجة قدامي وابتدي اشتغل بقى في الاكل على طول. هنا قررت ان انا احط البسلة والجزر، شوية بطاطس كده، فقطعت البطاطس قد الجزر اللي هيبقى مع البسلة. وبرضو هقطع البطاطس واغسلها وانقعها في مية واسيبها على جنب. والفريك بتاعي برضو اكيد شفتوه في الاول نقعاه في مية. لا يا ربي، الفريك اهو نسيت. فضيت الكيس. انا بستخدم هنا فريك الضحى، بصراحه نضيف ومش بيحتاج ان انا لسه اقعد انقيه والكلام، يا دوب بغسله بقى على طول. هنا هغسله وانقعه في الميه واسيبه على جنب، لما يجي دوره يبقى كده اتنقع كويس. استخدمه على طول على الحله على طول، يعني فاهمين؟ يعني في اول اليوم كده ابتدي اغسله وانقعه في ميه واسيبه على جنب. يبقى احنا كده قطعنا البصل وفرمناه، قطعنا البطاطس وحطيناها في ميه على جنب، قطعنا الفلفل الالوان، قشرنا الثوم، عشان كده ايه يبقى كل حاجه سهله وسلسه معانا. هنكتفي على كده؟ لا طبعا، لسه في تجهيزات تانية. هنغسل الفراخ، احنا نقعينها في ميه بس، لكن لسه هتتغسل وتتنقع في ميه وليمون. بس طبعا الحاجات اللي بتاخد وقت في الفرن عايزه انجزها، زي العرق الريستو كده زي ما انتم شايفين. انا مطلعاه من بالليل فك خالص. العرق ده انا مش جايباه مخصوص، يعني هو كان عندي اصلا من الذبيحه بتاعه العيد الكبير. فقلت بقى يعني لو ما كانش هيطلع في المواسم والمناسبات الجميله السعيده اللي زي دي، هيطلع امتى؟ والله ما هيتعز عليكم عيال، انا هطلعه واعمله لكم النهارده. وخصوصا كمان ان جنة ويوسف كانوا هيتغدوا معانا، فقلت بقى يلا بقى ايه اكافئ العيال النهارده. المهم بعد ما طلعت العرق الروستو كده، مهم جدا ان انتي تنشفي كويس قوي بورق المطبخ، مش عايزين فيه اي سوائل. هبتدي اعمل فتحات. هنا انا كنت بدور فيه فتحات ولا مفيش، ما لقيتش، فانا بقى ايه عملت فتحات. طيب هو اصلا متربط جاهز، يعني لو واخدين بالكم هو العرق بتاعي متربط بالخيط من يومها، يعني
واحنا بنجهز الذبيحه تحت، يعني الجماعه بصراحه عند جزاره اللؤلؤه ما بيخلونيش اعمل اي حاجه، بيريحوني على الاخر، بيدوني الحاجه جاهزه على الاستخدام. مربطين العرق كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا لما اطلعه يا دوب اشتغل فيه على طول، مش لسه اربط بقى، وانا ما بعرفش اربط اصلا عشان يعني ابقى صريحه. عملت فتحات وحطيت فيها فصوص الثوم اللي احنا كنت لسه مقشرينه مع بعض من شويه. خليكم صحصحين معايا وحطي لي لايك لو سمحتي، لو وصلتي لحد هنا وما حطيتيش لايك اتفضلي انزلي حطي لي لايك لو سمحتي، وقولي لي بتتفرجي عليا من انهي بلد، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي بالمره بقى وانتي تحت كده، واطلعي تاني اتفرجي على باقي الفيديو. طيب هنا بعد ما حطيت فصوص الثوم في الفتحات اللي عملتها، هبتدي احط ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، وسنه قرفه، وشويه من جوز الطيب، وهقلب كل الهيصه دي مع بعضها، وهبتدي ادعك العرق الريستو بتاعي كويس جدا، اعمل له سكراب بقى بالخلطه القمر دي. شويه التوابل دي بقى بس هي اللي انا هسوي فيها اللحمه دي. خلاص دي اسمها لحمه بارده، بس احنا ما كلناهاش بارده، احنا كلناها على الغدا. هنا بقى تبل كله داير ما يدور، فوق وتحت ورا وقدام، كله كده، فاهمين؟ وادعك جامد بحيث ان ايه التوابل دي تتغلغل كده في اللحمه نفسها وفي الانسجه بتاعتها. هجيب بقى ايه بقى، اشطف ايدي بقى كده يا ست الكل الاول بس وانشفها وارجع لك تاني. هجيب بقى ورقتين فويل، تمام، الاتنين يبقوا قد بعض، واعملهم او احطهم عكس بعض زي ما هتشوفي كده دلوقتي، بس يبقوا الاتنين قد بعض، فوق قد تحت، تمام. اعملهم على شكل حرف الزائد كده. خلاص طيب الكلام بقى ده لو انت عايزه تعمليه في الورق الفويل، لو حابه تحطيه في كيس حراري مفيش مشاكل، حطي بقيه التوابل بقى اللي زادت منك. وهقفل من الاجناب عشان السوائل بتاعته ما تنزلش في الصينيه. تمام كده تمام. هلف بقى كويس لفه كده ما تخرش الميه زي ما بيقولوا، لفه محكمه من الجناب ومن الاطراف، بصوا، وتضغطي كده بالورق الفويل وانتي بتلفي. هقفل الجناب، اسكت على كده؟ ما اسكتش، اجيب ورقه كمان، تمام، واحطها بقى بالطول، فاهمين قصدي ايه؟ زي ما شفتوا كده، والف كويس واربطها من الجناب بقى كانها ايه بونبونايه. عارفين البونبونايه بتبقى مربوطه ازاي؟ هو بالظبط انا هعملها كده. اجيب بقى الصينيه اللي هحط فيها العرق الرستو اهي على قده، واحط فيها حوالي كوبايتين ميه سخنه بتغلي، وابقى مولعه الفرن ومسخناه على درجه حراره 200، واسيبه بقى براحته. هو اخد ساعه وربع على فكره. طيب هنا بقى بعمل ايه؟ هنا كان عندي برضو حتتين زايدين، حتتين لحمه في التلاجة كده زايدين، طلعتهم، قلت ايه بدل ما اعمل لهم البسله كده من غير لحمه، لا والنبي انا حاطه لهم لحمه، ده موسم يا جماعه، لازم اهيص العيال النهارده. قطعت بقى، لقيتها قطع كبيره، قلت اما اقطعها ايه على حتتين، الحته تاخد 2 3 كده، عشان ايه تبقى يا دوب اللي يطلع قطعه ما يزودش منها او ما يفوضش منها يعني. هنا بقى بصلايه على النار، عملتها ايه طريقه الني في ني بس مش قوي يعني بس حبيت ادي اللحمه صدمه. اخدت شويه من البصل اللي احنا فرمناه مع بعض، طبعا البصل ده محطوط عليه ملح وفلفل اسود عشان تبقوا عارفين، لازم نعمل الحركه دي طالما البصل هيقعد معاكي فتره. ملح وفلفل اسود على البصل الكتير اللي احنا فرمناه عشان ما يعملش ريحه. طيب وهبتدي انزل بقى باللحمه بتاعتي واديها تشويحه يا دوب بس تغير لونها، انا مش هحمر بقى واشوح، ها يا دوب غيرت لونها. هعمل ايه يا ست الكل؟ يلا يا ست الكل كفايه تقليب، انزلي بقى بالبسله والجزر، طبعا دول كانوا متفرزين من شهر رمضان، والله انا عملت خضار قد كده في شهر رمضان نفعني بقيه الايام اهو. وحطيت شويه البطاطس، بس دي غلطه مني بقى، لو انت هتعملي الخضار بتاعك كله على بعضه ني في ني، اوعي تحطي البطاطس شبهي كده، لان البطاطس اتهرت بصراحه، انا لازم ابقى امينه معاكم. والطماطم دي برضو مفرزينها من شهر رمضان، يا حلاوه ايه السهوله دي. خلصنا البسله، شفتي بقى الجمال؟ طيب لو انت هتعملي زي كده اوعي تحطي البطاطس في الاول، حطي البطاطس يعني قبل نهايه السوا كده بحوالي ربع ساعه. هنا حطيت فصين توم، وحطيت قرص مرق الدجاج، وقلبت القصة دي كلها مع بعض، وهنزل بمية سخنة مغلية وهديها تقلبتين واسيبها بقى تستوي لحد اللحمة بتاعتي ما الخضار يستوي، يبقى كده تمام. بس البطاطس اتهرت للأمانة عشان ابقى صريحة معاكم، البطاطس ما تتحطش في الأول، البطاطس تتحط في الآخر، انا مش عارفة كان عقلي فين اما عملت كده، بس يلا معلش يعيش المعلم ولا يتعلم. هنا بقى هنبتدي ننقع الفراخ بعد ما غسلتها، مرضتش بقى طبعا اطول الفيديو ازيد من كده واقعد لسه اغسل معاكم الفراخ، انتوا مش محتاجين ان انا اغسل الفراخ معاكم، انتوا ستات زي القمر وكلكم شاطرين وحلوين.
الفراخ دي اتغسلت كويس قوي، وانا جايباها وسط عشان انا هحشيها. حلو كده، نقعتها في ميه وليمون. والكبد والقوانص برضو غسلتها وقطعتها صغير وهنقعها في ميه وليمون. اغسل ايديا واروح على البوتاجاز، احط حبه سمنه محترمين. هنا السمنه معايا سايحه شويه لان المطبخ سخن بقى. طيب هحط بقى شويه، اقلب بقى البسله بتاعتي من وقت للتاني كده، انا مهديه عليها النار عشان اللحمه تستوي براحتها. هنا بعد السمنه ما سخنت قوي هنزل بالكبد والقوانص اللي انا نقعاهم في ميه وليمون، وقعدوا حبه حلوين كده في ميه النقع دي، صفيتها كويس وهنزل عليها بشويه فلفل اسود وهسيبها تنزل ميتها وتشربها. هنا بقى احط معلقتين حلوين كده من البصل اللي احنا فرمناه مع بعض، واشوح البصل مع الكبد والقوانص كويس، اديها تشويحه كده محترمه. وبعدين هنزل عليها بشويه ميه سخنين من الكتل، لازم اساسي ميه سخنه من الكتل علشان الحاجه ما تقدتش معاكي. ايه ده اللي انا بقوله ده؟ انا هنزل بالفريك، لسه الفريك اللي احنا ناعينه من بدري نسيته. المهم نزلت بالفريك هنا، اتنقع حبه حلوين كده محترمين. اشوح الفريك بقى كويس وانزل بالبهارات بقى، ملح وفلفل اسود وشويه بهارات فراخ. خلاص، وسنه قرفه مش هننسى. لا هنا انا ما حطيتش سنه قرفه، انا هنا حطيت عود قرفه في البدايه خالص مع الكبد والقوانص. ركزي يا لومي وانتي بتحكي للناس عشان ما حدش يقول عليك ان انتي مش مركزه. ماشي حاضر. هقلب بقى كل الخلطه دي مع بعضها كويس جدا، واغلف السمنه مع الفريك مع الكبد والقوانص معاهم كلهم. اهي الميه اهي، نزلت بالميه السخنه وهسيبهم بقى ايه. بصوا بقى مش هحط ميه كتير لان انا عايزاه يبقى 3/4 سوا عشان لسه هيكمل سواه لما يتحشى في الفرخ. بعد ما شرب الميه بتاعته نزلت بفص الثوم، ودي تركايه حلوه قوي. بعد ما كل حاجه تستوي انزل بقى ايه بفص الثوم، ده بيخلي ريحه الفريك جايبه لاخر الشارع. هنا بقى هبتدي اتبل الفراخ قبل ما احشيها بالبصل برضو اللي احنا فرمينه مع بعض. هتبل الفراخ كويس قوي بين الجلد وبره وجوه، اديها كده ايه حبه تتبيله بيخلوا الفراخ طعمها حلو كده، يعني ليها طعم، مش فراخ محشيه وخلاص. فاهمين؟ التتبيله دي مهمه قوي انك تعمليها. طيب بعد ما تبلت سبتها شويه عبال ما الفريك هدا كده شويه، وبعدين هبتدي احشي الفراخ بتاعتي كلها بالفريك. خلاص هنحشي البطن الاول. بصوا الفريك لسه ما بردش تماما، يعني هو مش صح كده على فكره. المفروض ان انت تسيبي الفريك بتاعك يهدى خالص وبعدين تبتدي تحشي بيه، بس انا كنت مستعجله بقى. بعد ما تحشي الفرخه، بطن الفرخه، تبتدي بقى تكتفي الرجلين بتاعتها وبعدين تبتدي تحشي الرقبه دي بقى العشق. انا بحب قوي الحشوه بتاعت الرقبه نفسها، بحس ان انا يعني هي دي الفرخه المحشيه. الجزء بتاع الرقبه ده بالنسبه لي انا بحب اكله قوي. خلاص يعني ممكن ما اكلش فراخ بس اكل الجزء بتاع الرقبه المحشي ده. هنا بقى في الحله السريعه بتاعتي حطيت الفراخ وعليها شويه عليها ورقتين لورا، فصين مستكه، 3 فصوص حبهان، وهنا فلفلايه مكببه كده، ولو عندك طماطميه، بس انا ما كانش عندي طماطم فريش. وهنزل بالميه السخنه من الكاتل واغطي الحله بتاعتي واقفل الصمام بتاع البخار واحطها على النار. بتاخد على النار بالظبط نص ساعه، مش ازيد من كده، بتطلع زبده ومستويه خالص. هنا بقى كنت هعمل ايه؟ حطيت شويه سمنه على زيت، وهبتدي اشوح البصل بتاعي عشان هنعمل العصاج بتاع الرقاق. وهنا الفراخ بتاعتي هي على النار، شغلي ايدك كده والحاجه بتستوي اعملي حاجه تانية. ايوه بنعمل العصاج. طيب نزلت طبعا بعد ما شوحت البصل بتاعي نزلت باللحمه وهبهرها ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، شويه قرفه، وهبتدي اقلب كويس وانزل بقى بالفلفل الالوان اللي احنا قطعناه مع بعض من بدايه الفيديو. ها فاكرينه؟ طيب هنا بقى حبيت ايه اعزز الطعم شويه بشويه صلصه زادوا مني وانا بحط الصلصه على البزله، الصلصه اللي احنا مفرزينها، بس ما كان لهمش نصيب يتحطوا كلهم. بصوا نصهم وقعوا على البوتاجاز. مش عارفه انا النهارده مالي بقى، بشتغل بسرعه بقى عشان الحق اغديهم يعني، بس ماشي. فص توم ده مهم جدا بقى في الخلطه دي، وقلبت كويس. وهنزل بكوبايه ميه مغليه برضو من الكاتل، وهسيب الميه دي تتشرب خالص. وهنا جهزت الشوربه، ازود بقى ملح وفلفل اسود واقلبهم كويس. وفي صينيه ماما الله يرحمها، الصينيه اللي كلها بركه دي، بجد بحس ان الصينيه دي فيها بركه. هدهن شويه سمنه في الاول، وبعدين هبتدي اسقي
الرقاق في الشوربه. وطبعا مهم قوي ان انتي ما تزوديش المده، يعني في يعني لما تنزلي بالرقاق في الشوربه ما تحطيش رقاق كتير في الشوربه عشان ما يدوبش منك قوي ويبقى الرقاق معجن معاكي، فاهمين؟ يعني يا دوب يتغطس كده في الشوربه يطلع على طول، ما تستنيش عليه، فاهمين؟ انا ما بحطش كل رق سمنه، كل رقين بحط كده دهنه سمنه عشان ما يبقاش الموضوع تقيل بقى معانا قوي، فاهمين اقصد ايه؟ هحط نص كميه الرقاق في الصينيه، وبعدين هبتدي انزل بالعصاج بعد نص كميه الرقاق، وهحط بقيه العصاج، يعني النص والنص، وفي ايه وما بينهم العصاج. طبعا انتوا عارفين انا اقصد ايه. ايوه تمام كده. هنا بقى البيت بدأ يجوع من ريحة الأكل، وكل شوية رايحين جايين عليا جوعتينا جوعتينا. وانا والله ما تأخرتش ولا حاجة، ده انا اهو في منتهى السرعة في 18 دقيقة عملت الوليمة دي كلها. عايزة اقول لكم انا قعدت ساعتين اصلا. طيب بعد ما قطعت الرقاق بتاعي كده بقى هبتدي ايه ادهن وش الصينيه بشويه سمنه كمان، وكده يبقى الصينيه جاهزه على الفرن على طول، درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. اخر حاجه معانا بقى نعمل شويه رز اصفر كده عشان ايه نكمل الموضوع بقى، ونحطه ايه كده جرنش للحمه البارده. قلت والله لا انا عامله لكم كمان ايه كوبايتين رز يا عيال، مش هحرمكم من حاجه. حطيت شويه السمنه اللي زادوا من الرقاق خلاص في حله، وحطيت عليهم شويه كركم، شويه كاري، شويه بهارات فراخ، وبعدين حطيت قرص مرقه دجاج ودوبتهم كده مع بعض وشوحتهم شويه لحد ما ريحتهم طلعت، وبعدين هنزل عليهم بكوبايتين الرز البسمتي اللي انا غسلته ونقعته ربع ساعه. خلاص كده. طيب هشوح بقى الرز كويس قوي ياخد التشويحه الحلوه دي وتغلف كله بالسمنه عشان ما يطلعش معايا معجن. هو في الغالب والله الرز ده ما بيعجنش. وهنزل عليه بكميه الميه. بصوا لو انتي بتحطي لكل كوبايه رز مصري كوبايه ميه، ده هتحطي له كوبايه وربع ميه. هنا الاكل بتاعي جاهز. الفريك حطيته كده فرشه للفرخه الكبيره دي، وحطيت عليها حطيت على الفريك الفرخه دي. قلت بقى ايه يعني ايه الشكل العام بقى، نعملها عزومه، نقلبها عزومه بقى. وهنا الرز الاصفر بتاعي اهو هفرشه في الطبق ده، وهحط عليه العرق الرستو بعد ما قطعته. طبعا ده كان برد خالص، اللي انا ده اول حاجه انا عملته، يعني لو تلاحظوا ادي شكله النهائي اهو. اتفضلوا. وهحط بقى باقي الفراخ في طبق تاني، عزومه بقى. بجد النهارده كانت من احلى الحلقات على قلبي، كنت بعملها وانا مبسوطه قوي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يعود علينا الايام الحلوه دي بالخير والبركه والسعاده يا رب. ويا رب تكون الفيديوهات اليومين دول عجباكم، واكون كده بسطاكوا. انا هو معاكم كل يوم تقريبا او يوم ويوم. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.